لو وظيفتك اختفت بكره هتعمل ايه؟ ده مش سؤال افتراضي، ده بيحصل دلوقتي مع ناس كتير، مهن كامله اختفت، تخصصات بقت ملهاش سوق، واللي اتعلمته من سنه ممكن يبقى قديم النهارده. السؤال مش انت شاطر قد ايه، السؤال الحقيقي بقى انت بتعرف تتغير ولا لا؟ اهلا بيكم في ميتنج، انا دكتور محمد عثمان، والنهارده هنتكلم عن مهاره المرونه والتكيف. زمان كان النجاح ليه طريق واضح، تتعلم حاجه، تشتغل فيها، تترقى وتفضل في نفس المسار سنين طويله. لكن النهارده المعادله اتغيرت، الاقتصاد بيتغير بسرعه، التكنولوجيا بتتطور كل يوم، والذكاء الاصطناعي مش بس بيغير الوظائف، ده بيغير شكل السوق كله. وفي اللحظه دي الناس بتتقسم لنوعين، نوع بيقاوم التغيير ويفضل يقول الدنيا باظت، السوق اتغير، مفيش فرص، ونوع تاني بيسأل سؤال مختلف تماما، فين الفرصه في اللي حصل؟ وغالبا ده النوع اللي بينجح. خليني ابسط لك الفكره بمثال بسيط. تخيل انك سايق عربيه وفجاه الطريق اللي انت كنت ماشي فيه اتقفل. قدامك اختيارين، يا اما تفضل واقف وتقول انا كنت ماشي صح، يا اما تعمل حاجه تانية تغير الطريق. هنا يظهر اول مفهوم مهم، المرونه. المرونه ببساطه هي استعدادك انك تتغير، انك ما تتجمدش عند فكره واحده ولا خطه واحده. الشخص المرن ما بيقولش انا صح وخلاص، الشخص المرن بيقول خلينا نشوف طريقة تانية. لكن المرونة لوحدها مش كفاية، لأن تغيير الطريق مجرد بداية. السؤال الحقيقي بعد كده هو هتعرف تمشي في الطريق الجديد؟ هنا يظهر المفهوم التاني، التكيف. التكيف يعني قدرتك انك تعيش وتنجح في الظروف الجديدة. يعني لما السوق يتغير تعرف تطور نفسك، لما الشغل يتغير تعرف تتعلم مهارات جديدة، لما الحياة تفرض واقع مختلف تعرف تعيد ترتيب نفسك. يعني ببساطة المرونة انك تقبل التغيير، التكيف انك تنجح بعد التغيير. خليني اقول لك غلط بيقع فيه ناس كتير بتتمسك في الطريق وتنسى الهدف. واحد هدفه ينجح لكن متخيل ان النجاح لازم يحصل بطريقة واحدة بس، نفس السوق، نفس الاسلوب، ولما الطريقة دي تفشل يحس ان الحلم كله انتهى. لكن الناس اللي بتنجح بجد فاهمة قاعدة مهمة جدا، اتمسك بالهدف لكن ما تتمسكش بالطريق. الطريق ممكن يتغير لكن الاتجاه يفضل ثابت. ومن خبرتي في الحياة ناس كتير بتفتكر انها مرنة، لكن اول ما الظروف بتتغير تكتشف انها كانت مرنة في الكلام بس، لان التغيير الحقيقي بيظهر لما الحياة تضغط عليك. ساعتها بس بتعرف انت فعلا مرن وقادر تتكيف ولا لا. المرونة مش معناها انك تمشي مع اي حاجة، المرونة معناها انك تفهم الواقع وتلعب صح. الناس اللي بتنجح في الحياة مش الناس اللي ما بتقعش، كلنا بنقع، لكن الفرق الحقيقي مين بيقوم اسرع. وفي الزمن اللي احنا فيه المرونة مش رفاهية، المرونة بقت مهارة بقاء. وفي النهاية خليني اسيبك مع السؤال ده، لو الظروف اتغيرت بكره انت قادر تغير طريقتك؟ لان الحياه عمرها ما كافئت الناس اللي خافت من التغيير، الحياه بتكافئ الناس اللي بتفهم التغيير وتعرف تتغير معاه. كنت معاكم دكتور محمد عثمان، وده كان ميتنج عن المرونه والتكيف.